ردود كده على الحاجات دي يا احمد، يعني احنا 4 دقايق فانت اتكلم انت بقى شوف. بص هو يعني في اختلاف طبعا في وجهات النظر. واحد قال جوزيه، رايك ايه؟ كلام جوزيه كتير قوي اليومين دول. ايا كان طبعا، يعني احنا هنسيب حريه الاختيار طبعا اكيد لمجلس اداره الاتحاد، لان في ناس برضه بتقول لك يبقى الكابتن شوقي غريب او لان بص ايا كان المدرب او ايا كان المدير الفني اللي هيجي، يعني طبعا الناس بتتكلم وتقول لك مدير فني عالمي ومدير فني مش عارف ايه والكلام ده وكده. اي حد هيجي انا بقول لك من خلال الفتره اللي انا قعدتها، لا هتبقى الظروف صعبه جدا جدا بالنسبه له. لان احنا في مجموعه في مرحله تطوير، في مرحله بناء جيل جديد، مجموعه لعيبه جديده. لو تفتكر كان دايما الناس تطلع تقول لك كفايه بقى وبطلوا الناس الكبيره واطلعوا بجيل جديد والكلام ده وكده. هو الناس مش فاهمه ان هيبقى في معاناه انك انت تبدا بجيل جديد او تبدا بمجموعه لعيبه جديده، لانك انت في النهايه مطالب بنتائج. زي ما قال بعض طبعا الاخوه اللي قالوا ان احنا كجهاز كابتن شوقي وجهازه اتظلموا طبعا لظروف ظروف بلد بالكامل، ظروف عدم انتظام دوري وعدم انتظام بطوله وعدم منافسه قويه. اي مدير فني اللي هيتعاقد معاه الاتحاد، سواء كابتن شوقي بدا سواء كمل سواء مشي، هيجي مدير فني اجنبي هيجي مدير فني مصري، يبدا من حيث ما انتهى كابتن شوقي. بالظبط كده. ليه بقى؟ انت النهارده وصلت العناصر او وصلت المجموعه حوالي 60-70% من القوام اللي موجود لمنتخب مصر في الوقت الحالي، ومعدل الاعمار بتاعهم مقبول. يعني مش معدل اعمار كويس، مش يعني فيما بعد ان شاء الله. وهتفرق طبعا نوعيه اللعيبه، ده شيء مهم، لانك انت النهارده مهما حصل وجبت لعيبه وهي نوعيتها مش اللعيبه اللي تشيل مسؤوليه، هيبقى الموضوع صعب على اي حد. فهو لازم الناس تبقى فاهمه، ولازم اتحاد الكوره يبقى فاهم، الناس اللي موجوده في اتحاد الكوره اللي بتدير الكوره في مصر تبقى فاهمه ان اي مدير فني هيجي لازم يقفوا جنبه ولازم يساعدوه. عايز لا تمام، لازم يقفوا جنبه ولازم يساعدوه ولازم يفهموا. يعني انا عايز اقول لك ان النهارده الناس بتقول جوزيه، طب ليه الناس ما تقولش فيا مدرب كويس مثلا؟ شال 5 امبارح علينا، يعني انا بسال يعني ما بقول جوزيه نجح مع انجولا. جوزيه ما نجحش مع انجولا وما نجحش في السعوديه. جوزيه نجح في النادي مع فيرا صحيح. جوزيه نجح في النادي الاهلي. طبعا مدرب كويس. جوزيه نجح في النادي الاهلي عشان كان معاه افضل مجموعه لعيبه جت في تاريخ مصر. والمجموعه دي اللي هي شامل من كلامك ان انت مش شايف ان جوزيه ينجح مع المنتخب. بالعكس انا ما عنديش مشكله. أيوة جوزيه يجي ويمسك، بس خليك ما تقعدش بس والله ابدا. انا عايز اقول لك على حاجه، هو جوزيه مدرب ذكي جدا. رايح لفيرا اكتر. بص جوزيه مدرب ذكي جدا. وجوزيه عنده لوبي كويس قوي في مصر، بيعرف ازاي يشتغلوا له كويس. انت فاهمني؟ فهو الناس بدات تشتغل لجوزيه، يعني خلي بالك. انت شايف ده اختيار صح؟ احمد حسن قول لي رايك. بص هقول لك على حاجه، ما انا زي ما قلت لك، هو الفكره مش فكره يعني يمشي مع اللعيبه اللي موجوده دي جوزيه. اي حد هيجي هيلاقي معاناه، هياخد وقت، فلازم الناس تصبر عليه. لان انا عايز اقول لو انت النهارده جيت وقلت هجيب مدرب، هي الفكره انا زي ما بقول لك الفكره كمان انت لسه عندك حوالي 10-11 شهر، لازم يكون ملم. جوزيه ملم. انت شفت القماشه اللي موجوده؟ جوزيه ملم شويه بالكره المصريه. وممكن يكون متابع في الوقت الحالي، مش متابع الله اعلم، يعني انا ما اعرفش طبعا. انما انا بقول لك اي مدرب هيجي. طب جوزيه ملم وفيرا ملم، جوزيه ولا فيرا من وجهه نظر كابتن بص احمد حسن؟ كل واحد وليه جوزيه ولا فيرا من وجهه نظر احمد حسن؟ قولا واحدا. لا الاثنين كويسين والله العظيم بامانه. مش مجامل انت والله الاثنين كويسين والله العظيم. انا بص انا علاقتي بجوزيه، انا علاقتي بجوزيه في الاخر علاقه سيئه جدا جدا. انما انا بتكلم كمدرب لا كوتش كويس. انما فيرا عنده شويه تلائمنا شويه كمصريين، يعني عارف انت اللي هو اشتغل مع منتخب العراق مثلا ونجح وخد معاه بطوله اسيا. هو عنده الحته النفسيه شويه، عنده الحته ان هو يبقى قريب من اللعيبه، يبقى صاحبهم، دي موجوده. بانت نجم مصر. والله ابدا. وجوزيه لو جه حاجه كويسه، بس لازم يجي معاه حد مدرب مصري يكون بيلم وراه. بالظبط. الحاجه الثانيه ان هو يديله زي ما قلت لك المجموعه اللي موجوده، هي دي المجموعه اللي موجوده في الوقت الحالي، ويبدا يتعامل معاها شغل الفتره الجايه. لو كان كده ان شاء الله باذن الله هيبقى عندنا منتخب كويس يا رب. انما محتاجين وقت. اي حد هيجي لازم هيبقى فاهم ان هيبقى عنده وقت، الا بقى الناس لو شافوا ان استمرار الكابتن شوقي غريب باللي عمله يقدر ان هو يكمل. انت شايف انه هيكمل؟ انا زي ما قلت لك القرار الاول والاخير اكيد هو طبعا الاتحاد هو اللي يقدر يحدد في الاخر، هو اللي يقرر في الاخر. انت شايف ايه؟ انا زي ما قلت لك ان النهارده